بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معايا فكرة برضو للفطار او العشاء بالتوست. بس مش هنحطه بقى في التوستر المرة دي. في واحدة متابعة ليا اسمها هبة نصر، قالت لي ان المرة اللي فاتت لما عملت الفيديو بتاع العشاء بتاع فروحة، ابنها شافه ما كانش راضي ياكل، فلما شافه اتشجع وقال لها اعملي لي زيه واكل. فانا وعدتها ان انا كل ما هعمل فكره كده هصورها علشان ابنها يحب الاكل ونفسه تتفتح وياكل. يا رب افيد اي حد باي حاجه انا بعملها، بفرح جدا لما بحس ان انا افدتكم. مش هتكلم كتير. النهارده هعمل توست بالجبنه البريزيدون اللي هي اللي بالزيتون دي اهي، ونوتيلا، واحد تاني نوتيلا، ومعايا الزيتون الاسود ومعايا الخيار. وهنشوف كده اهو. هطلع توست، هعمل الجبنة على طبقتين والنوتيلا طبقة واحدة. هعمل اول حاجة الجبنة، باخد اهو كده بالسكينة بسم الله وادهن. نحط طبقة حلوة كده علشان ابننا او بنتنا يحس بطعم الجبنة وكمان تفيده وتغذيه. الجبنة البريزدون جميلة كلنا عارفينها، وانا عملت لكم نفس الجبنة طعم الكوبايات ده في البيت قبل كده، بس طبعا مش بعملها على طول لان الوقت وكده، فالواحد بيستسهل وبيجيب الجاهز. انا كده دهنتها، احط عليها التوست التاني كده اهي، ونقفل الجبنة ونجيب النوتيلا. تمام، ناخد برضو كده اهو بسم الله. هي عايزة النوتيلا لوحدها من غير توست فوق عشان ما تبقاش تقيلة يعني كده بسم الله. ممكن بدل النوتيلا تعملي زبدة فول سوداني وعليها عسل ابيض، بتبقى جميلة جدا برضو ومفيدة جدا جدا اكتر طبعا من النوتيلا. النوتيلا مفيدة لان هي حاجة حلوة مسكرة، والشوكولاتة عموما بترفع هرمون السعادة وخصوصا عند البنات والستات. طبعا حطيت لها طبقة محترمة كده عشان تحس بيها. تمام كده نقفل طبعا اللي باينه في الكاميرا ديت لسعه من الفرن، يا دوب ايدي لزقت كده، خبطت خبطه بسيطه. هبتدي احط لها الزيتون اهو، مش هكتر لان هو واحد بس اللي بالجبنه، يعني هحط حاجات بسيطه كده يعني، ولو اتبقى حاجه نبقى نرجعها في العلبه كده. نشيل حاجتنا ونجيب صينيه نحط عليها. وده كان فكرة النهاردة بالنسبة للفطار او العشاء. انا قطعت التوست كده زي المرة اللي فاتت بالورق، وعشان يكون سهل في انه يتمسك. زي ما قلنا ممكن نحط جواه جبنة شيدر او جبنة رومي ونحطه في التوستر. وادي الخيار والزيتون، ودي الحاجة الحلوة اللي هي النوتيلا. انا كمان بحب اكل التوست ده بالمربى، بيبقى جميل جدا. ممكن تحطي مسحة قشطة وعليها مربى او مربى لوحدها، بيبقى حلو جدا. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم وعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لي لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.